بعض الشباب بيعانوا من حالة اسمها انسداد عنق المثانة الأولي. الحالة دي بتخليهم يلقوا صعوبة في التبول وبيكون عندهم تدفق البول بطيء. كتير من الشباب دول بيستجيبوا لأدوية اسمها ألفا بلوكرز، لكن اللي مش بيستجيبوا فيه إجراء جديد ممكن يفيدهم ويحل المشكلة اللي عندهم من غير ما يسبب أي مشاكل جديدة في عملية القذف. دلوقتي زي ما أنت شايف، الإجراء الجراحي للرجالة دول اسمه شق عنق المثانة، وفيه إجراء جديد اسمه شق عنق المثانة مع الحفاظ على القذف، وده ممكن يتعامل علشان يحافظ على آلية القذف وفي نفس الوقت يخفف الانسداد. الإجراء ده بيدي نتائج مستمرة وسهل في التنفيذ، بيأخذ حوالي 15 دقيقة تحت بند كلي خفيف، والمريض غالبا بيروح بيته في نفس اليوم بالليل أو تاني يوم الصبح. الإجراء ده فعلا ممكن يغير حياة بعض الشباب دول أو حتى الأولاد المراهقين اللي ممكن يكونوا عانوا من صعوبة في التبول لشهور أو سنين قبل ما يتعالجوا في الآخر.